بالقدر فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل يا أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لا لك وسنة للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على ما سلفنا الصالحون وعلى ما وحبيب على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لح بدر وغاب غيها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قدها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي صحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد صلى وصلك الله عبد عليه. بالحق عرام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما طير يمن غن فطرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أسفى الأسفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا
طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزهه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وسلم في الصدور من الإيمان قواعد وترى من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وسلم أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والملع لله ما أمره بتبالغه لخلقه من فرده ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم وبرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكبل عليه غاية الإكبال صلى الله عليه وسلم المصلي عليه به فينبث في قلب نور تعلقه به وحبه ويؤتى بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم إلى الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل أزل قد نزل من فاتح الخاتم الشديد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. حي قديم قديم وجيد باقي غني غني مجيد عادل إله واحد رؤوف بالعبيد. قل يا
وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بدون أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموت خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراكم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن هزا إلى تدبير ما بتم يشرب المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل
وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في منأى عن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان، فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك
نهجه فهو الذي ينجي من النيران، فيه صفاء للصدور ورحمة، فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا، وتنال في الغرفة خير مكان. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود. منيتي أقصى مرامي أحظى بشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بشهود، وأرى باب السلام، وأرى باب السلام يا زكي الجدود، وأرى باب السلام يا زكي الجدود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن يا الجود. طراز الكون إني عاشق مستهام، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني، مغرم والمدح فني يا بدر التام، مغرم والمدح فني يا بدر التام. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود، وأنادي يا ذهابي يا معدن الجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنضلقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله بقرب دور عليه. إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقات إلى التقاط جواهر جواهر كنوز كنوزه. صلى الله وكل عليه.
محبة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه والسماوات متضمحة بذل الفرح بملاقات أشرف البرية صلى الله عليه في الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه الوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب وضع هذا الحبيب صلى الله عليه السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قدرتك شفى الكلاء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد Pak khusyuk hadiraki Rasulullah ning atena bakarong ke Kanjeng Nabi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم نغرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى
سعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جامع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يحسره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاء الله. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا. ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد. الله مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا. صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد. صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجلى. صلى الله على محمد، مرحبا يا رسول الله عليه وسلم، مرحبا يا حبيب الله. صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. ولادته
وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. فولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة، ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. إلى بعض كسور الروم. قالت: ثم ألبست وأجعت فلن أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. وسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. صلى الله عليه. ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري. صلى الله عليه. قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. صلى الله عليه. الحديث مني على بال حتى بعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. في كل حين ترعى، وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع السهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعينانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن
يمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن لا تعلموا أولادكم أن الصيام للشعور بالفقراء ولا تقولوا لهم أن الله يريد أن يختبر صبرنا فهناك منة طريقة لاختيار الصبر غير الحرمان من الطعام مدة من الزمان. ولا تقولوا لهم أننا نصوم لشعر بمن ليس لديه طعام أو كي لا تدخل النار. يكفي أن يكون الطفل على مستوى بسيط من الذكاء حتى يسألك وهل فقير يصوم؟ إذن لا يصوم. نصوم لنتعلم التقوى لعلكم تتقون. ولنذهب أنفسنا نصوم لأنها عبادة تجعل أرواحنا بعيدة عن كل الشهوات. وللدخول من باب الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. وفي الصيام تفتح أبواب الجنة إذا جاء رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. La tu'allimu auladakum an-nasyam lisyu'uri bil fuqara. Jangan kalian didik anak-anak kalian untuk menjelang bulan puasa bulan Ramadan an-nasyam lisyu'ur bil fuqara. Jangan mereka kamu didik bahwa sesungguhnya puasa adalah supaya kita mempunyai perasaan kepada mereka-mereka fakir miskin. Jangan mereka diajarkan bahwa puasa agar supaya kita merasakan bagaimana mereka orang-orang yang keadaan fakir. La taqulu lahum annallaha yuridu ay yakhtabira sabrana. Dan jangan kamu didik mereka dengan cara kamu mengatakan kepada mereka anak-anakmu annallaha yuridu ay yakhtabira sabrana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar Allah akan menguji kesabaran kita. Jangan, karena mon anak kuleban panjenengan neka didik bahwa pasah neka adalah merupakan sopaja kul sampean andi perasaan do orang fakir. Deki timbul setiap orang apa moro tadi fakir. Atau cek ngocak ada anak bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran kuleban panjenengan. Lah. Walakin akan tetapi didiklah anak kalian kepada mereka tengah-tengah basit. Cek ceritain neraka karena kikene. Cek ceritain barang-barang senako nah? Cek ceritain la taqulu lahum anna nasum li sya'ri biman laysa ladaihi ta'am au kai la tadkhulun nar. Sopa jabaan aku mau napasan masih malah tak masuk neraka. Ceritain neraka kan gini. Atau didik anak gelak dia rasa orang muntan di kakanan dari anak aja. Tapi basit sedang-sedang. Dari macaran. Tetapi didiklah mereka nasum linata'allam at-taqwa. Kita berpuasa agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Walanadhhab anfusana nasum li'annaha ibadah taj'al arwahana ba'ida an kulli syahwat. Kita berpuasa agar kita terhindar daripada syahwat.
Inna fil jannati, karena di surga terdapat baban, yaitu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana pintu tersebut dinamakan ar-rayyan, tidak akan pernah masuk kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi cerita aki nggak nikah anak nih, cek ceritain neraka, seksa neraka, cek ceritain rasa orang lapar ya daya, rasa orang fakir ya daya, rasa orang tandi apa ya daya. Didik mulai kene takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaklah bagi kaum muslimin saat nikah untuk menjelang datangnya bulan Ramadan berbahagia. Nah, dianjurkan untuk berbahagia. Bagaimana tidak bergembira seorang yang mukmin kepada Allah diberi kabar gembira tentang terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka. Saya tak bunga. Mak bisa orang Islam sosada datang ke bulan Ramadan, padahal terbuka lebar pintu surga, tertutup rapat pintu neraka. Kaifala yubashshirul mu'min bi fathi abwabil jinan wa kaifala yubashshirul mudznib bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana mungkin orang-orang pendosa yang selama ini setahun banyak lepah, banyak maksiat tetapi tak bunga de tengah bulan Ramadan, padahal pintu terbuka lebar-lebar pintu surga, tertutup pintu neraka. Yughallu fihi syayatin, sedangkan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak bisa orang iman tak bunga de tengah bulan Ramadan. Ajib. Ini kedabun al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang dalam kitab beliau kibaneka Lataif Al-Ma'arif, bahwa beliau mengatakan tidak mungkin orang yang beriman tidak akan pernah bahagia gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu ba'du salaf mengatakan kanu yad'unallaha, mereka ada para salaf as-saleh, mereka selama setahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada mereka bulan Ramadan. Saking repa setahun nih pun benih kurang 2 hari, kurang setahun repa bulan Ramadan. Bila datang bulan, padahal kurang setahun, tapi mereka betapa rindu akan datangnya bulan Ramadan. Mereka merindukan bulan Ramadan, mereka mencintai bulan Ramadan. Harap datang bulan Ramadan, benih sehari benih kurang 2 hari. Ini kalau sampai negara kan kurang 2 hari. Setahun, seminggu bela mungkin. Bersebagian materki tang ya. Nah, oleh karena itu siapa ki segala-galanya zahir batin, tarawih, tadarus, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus dahaga, akan tetapi jauh daripada nikah. Tujuan orang apa sah? La'allakum tatakun. Kau leben panjenengan lamun pasana ongkuan betul-betul pasah, tak mungkin tak takut ke Gusti Allah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum la'alla ning kak dinto bene litaraji bene menawa bene pasti pasana sokor bener, pasana sokor tepak, pasti orang nek takok ke Gusti Allah pasti. Nek tak takok jereng lenorot, tak oleh ngakan siang tak ngakan, tak ngenom, tak polong bisi bine, tak polong bisi bine. Karena dasar takok mak bisa keluar dari Ramadan seakan-akan keluar di bulan tekepe, tak membekas sama sekali, padahal sebulan. Terus dengan alasan abah tak mampu, kecuali sebulan penuh tak akan tak nginom. Wane kaki beda buka, beda sahur. Maka kesempatan Ramadan sebekal datang mungkin neka kesempatan terakhir kan kulo sampean. Kulo tahun yang bisa sampean cek sedo bila. Mungkin tahun boleh kulo sampean tak depak. Maka gunaki kesempatan sebekal datang nih 2 malam nih. Kita tunggu keputusan dari pemerintah. Tak usah dal ngadal, tak usah sambian norok kanan norok kiri, norok sebisa dipertanggungan jawab. Norok pemerintah, bila pemerintah ngumumaki baru kita niat bersama-sama untuk kedatangan bulan Ramadan. Maka pebunga peseneng, karena orang yang seiman dekat Gusti Allah pasti seneng. Mula tak seneng, iman tak beres berarti. Ima kafir wa ima munafik. Mun ki beda iman dekat Gusti Allah tak bunga ada remah, setan yang belenggu, neraka itu tutup, surga buka, amal ibadah dilipat gandakan. Amal ibadah dilipat gandakan. Sunnah ikenjar wajib tining Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Ya, makanya pesemangat bulan Ramadan. Cek tedung tok. Pas mare sahur tedung, mare bajang subuh tedung, zuhur sekol 2 jaga bajang tedung boleh, setengah 6 jaga. Pas aja apa ben. Jaga aja. Wala subung udzur ngaji. Petabar bae lah, ilmu petabar. Rokok petabar, ilmu teh petabar. Petabar bae lah. Kantor pada pengajian setiap sore. Ustaz gula jauh, Ustaz fadhol streaming. Ustaz sibuk, Ustaz tak usah hadir. Saya tak sibuk bae. Ya, tak sibuk bae. Petabar bae lah. Rokok petabar kok, ngakan petabar, mosok ilmu tak petabar. Ya, pengajian tabar, jadus todus petabar bae lah. Saya kenceng ngaji, ayo ngaji. Saya tak kenceng, saya karep nyari malam kaki lah. Mau ketemuan bedain malam lah. Ya, gara-gara dinto menjelang bulan Ramadan, bebunga, peseneng, harapan besar kepada panjenengan, tusah esapora, amal ibadah etrema dening Allah Subhanahu. Insyaallah lanjang umur sehat walafiat. Paring kekuatan zahir batin bisa ibadah, bisa tarawih, bisa tadarus. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Barikillahumma lana fi Sya'ban, ballighna Ramadan, a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa yahfadhuna wa iyyakum min jami'idz dzunubi wal atham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأثر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان
والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدين وأهل كترنا ووادين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة حق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.